تخيل معي كده ليه لما بنسمع كلمة كان يا مكان بنلاقي نفسنا بنتشد ونفتح ودنا وعينينا، حتى لو عارفين إن اللي هيتقال ده مجرد حكاية مش حقيقة. ليه بنتابع مسلسلات وأفلام ساعات طويلة بنتعلق بشخصيات ونفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، مع إننا عارفين إنهم مجرد ممثلين بيمثلوا قصة مش واقعية؟ السر مش بس في إننا بنحب التسلية، الموضوع أعمق من كده بكتير. علماء النفس وعلماء الأعصاب اكتشفوا إن في كيمياء بتحصل في مخنا أول ما بنتعرض لقصة حتى لو كانت خيالية. كيمياء بتخلينا بنتعلم ونتعاطف ونحس بحاجات جديدة. القصص حتى لو مش حقيقية هي واحدة من أقوى الأدوات اللي شكلت البشرية من آلاف السنين. إيه السر ده؟ وإزاي القصص دي بتشتغل على دماغنا بالطريقة السحرية دي؟ ده اللي هنعرفه سوا في رحلة مثيرة جوا عقلنا. تعالوا بينا ندخل في تفاصيل أكتر ونشوف إزاي القصص بتلعب دور أساسي في حياتنا حتى لو كانت مجرد خيال. القصص بتوصل المعلومات وبتثبتها. من آلاف السنين قبل الكتب والإنترنت كانت القصص هي الطريقة الأساسية لنقل المعرفة والخبرات. القصص مش مجرد أحداث، دي تجارب بتتعاش. لما بنسمع قصة المعلومات بترتبط بأحداث وشخصيات ومشاعر، فبتثبت في مخنا بشكل أسهل بكتير من المعلومات المجردة. عشان كده بنفتكر قصة كاملة بتفاصيلها وبننسى معلومة جافة. مثال، لو حد قاعد يشرح لك قوانين الفيزياء نظريا ممكن ما تفهمش، لكن لو حكى لك قصة عالم اكتشف القانون ده بعد مغامرات وتجارب تلاقي نفسك فاهم ومفتكر كويس. بتشغل مناطق في المخ. علماء الأعصاب اكتشفوا أن القصص مش بتنشط مراكز اللغة في المخ بس، لا، دي بتشغل كمان المراكز المسؤولة عن الحواس والحركة والعواطف. يعني لما بتسمع قصة عن حد بيجري المخ بيشغل نفس المناطق اللي بتشتغل لما انت بتجري. ده بيخلينا نعيش القصة كأنها حقيقية ونتفاعل معاها كل حواسنا. مثال، لما تقرأ عن ريحة أكل شاي في قصة مخك يبدأ يحفز مراكز الشم كأنك فعلا بتشم الريحة دي. كلامنا لسه مكمل عن السر ورا حبنا للقصص. وقبل ما نكمل باقي الأسرار العلمية والنفسية، لو شايف إن الكلام اللي بنقوله ده مثير للاهتمام وخلاك تفكر، ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. دعمكم بيخلينا نكمل ونقدم محتوى مفيد ومختلف أكتر. يلا بينا نكمل اكتشاف بقية الأسرار. القصص بتعلمنا التعاطف وتفهم البشر. القصص بتخلينا نحط نفسنا مكان شخصيات تانية، نفهم دوافعهم ومشاعرهم وتحدياتهم حتى لو الشخصيات دي خيالية. فده بيدرب دماغنا على التعاطف والفهم الإنساني. بنقدر نشوف العالم من زاوية مختلفة، وده بيخلينا أشخاص أفضل في التعامل مع الناس في حياتنا الحقيقية. بنبني ما يسمى بنظرية العقل، وهي قدرتنا على فهم نوايا ومشاعر الآخرين. مثال، لما تقرأ قصة عن شخصية مرت بظروف صعبة ممكن تحس بيها وتفهمها أكتر، وده بيخليك تتعاطف مع ناس شبهها في الواقع. بتساعدنا نتعامل مع مخاوفنا وأحلامنا. القصص خصوصا الخيالية والأسطورية غالبا بتحتوي على صراعات بين الخير والشر أو مغامرات بتظهر الشجاعة والإصرار. القصص دي بتدينا مساحة آمنة نستكشف فيها مخاوفنا وأحلامنا وطموحاتنا. بنشوف الأبطال وهم بيواجهوا الصعاب وبيحلوا المشاكل، وده بيدينا أمل وإلهام وقوة للتعامل مع تحديات حياتنا الحقيقية. مثال، أساطير الأبطال الخارقين بتلهمنا عشان نكون شجعان ونواجه الشر حتى لو الشر ده كان مجرد خوف جوانا. بتدي معنى لفوضى الحياة. حياتنا ساعات بتكون فوضى كبيرة، أحداث ملهاش ترتيب واضح. القصص بتدينا نموذج للترتيب ده، بداية ووسط ونهاية. بتساعدنا نفهم إن الأحداث لها سبب ونتيجة، وإن فيها معنى ورا كل اللي بيحصل. حتى لو القصة خيالية فهي بتدينا إطار نستخدمه عشان نفهم بيه حياتنا نفسها ونرتب أفكارنا. مثال، لما تسمع قصة عن حد اجتهد
ووصل لحلمه، بتفهم إن النجاح مش بيجي من فراغ، وإن في خطوات لازم تتعمل. الخلاصة يا جماعة إن حبنا للقصص مش مجرد رفاهية وتسلية، ده جزء أساسي من تكويننا البشري وطريقة دماغنا بيتعلم بيها وبيتطور. القصص هي اللي خلتنا نقدر نتواصل، نتعلم، نتعاطف، ونفهم العالم حوالينا. عشان كده ما تستغربش لو لقيت نفسك بتشد القصة خيالية أكتر من أي معلومة تانية. السؤال دلوقتي ليك، إيه أكتر قصة سواء فيلم أو رواية أو حتى حكاية أثرت فيك بجد مع إنك عارف إنها مش حقيقية؟ وليه تفتكر إنها أثرت فيك كده؟ شاركونا آرائكم في التعليقات تحت الفيديو، رأيكم بيفرق معانا جدا. في النهاية لو الفيديو عجبك واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس. أشوفكم في فيديو جديد وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.